انا توقعت ان هو وزنه قليل هياخد لبن صناعي خلاص الموضوع خلص. لا لا لا، تمام. الموضوع مختلف تماما، وكل حالة لها اللبن اللي محتاجاه. يبقى انواع اللبن. حلقة النهاردة بعنوان اللبن الصناعي. عايز اعرف اللبن الصناعي ندخله امتى، انواعه ايه الحساسية بتاعته. عايزين حلقة شاملة عن اللبن الصناعي. نبدأ بإيه بقى؟ من غير أسئلة بقى المرة دي، أنا هدي لك المجال تنطلق براحتك عشان ما أيدكش بأسئلتي. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده الحمد لله يعتبر خلصنا يعني معظم الكلام عن الرضاعة الطبيعية الحمد لله. الحمد لله. نيجي بقى زي ما انت بتقول الرضاعة الصناعية او اللبن الصناعي، وطبعا ده شيء موجود ولا بد منه يعني. مم. بس هي الفكرة ان انا اعرف ازاي لما اجي استخدم حاجة زي كده استخدمها صح. اول حاجة، انا امتى اصلا ادخل لبن صناعي؟ انا بقى هاخد دورك تمام. زي ما انت بتقول. انا هقول بقى السؤال، تمام. يعني امتى ادخل لبن صناعي؟ مم. المعيار الوحيد لادخال لبن صناعي مم. للطفل هو الوزن. يعني ايه؟ يعني انا بدخل لبن صناعي للطفل لو هو وزنه مش بيزيد الزيادة الطبيعية، مع اني، وركز بقى في الحتة دي واللي سمعني يركز، تمام. مع اني اخدت كل الوسائل وكل الخطوات اللي ازود بيها الرضاعة الطبيعي. وده طبعا الكلام اللي قلناه في الحلقات اللي قبل كده واستفدنا فيه. تمام. يعني انت النهارده مثلا ما ينفعش، لو افترضنا اي مثال، لو افترضنا مثلا ان انت عايز تشوف العربية ديت سرعتها عاملة ازاي، ما ينفعش تحطها في شارع طوله 20 متر. لازم صحيح. تحط لها شارع كبير وتراك، وتقول اللي بيسوق يعني عندك الطريق وشوف لي اخر العربية ديت سرعتها قد ايه. صحيح. نفس القصة، ما ينفعش احكم على الرضاعة الطبيعية انها مش مكفية وانا ما اخدتش كل الخطوات اللي زي ما قلنا قبل كده، ومش عايزين نعيد الكلام. طيب أخدنا كل الخطوات والنتائج بتقول إن في حاجة ناقصة. بتقول ان الوزن مش بيزيد. صحيح. هي بقى دي النقطة المهمة. المعيار الاساسي لزيادة او لان انا ادخل لبن صناعي هو الوزن. طيب الوزن ده كلام عام مم. يعني تقديري ولا له ارقام؟ لا له أكيد ارقام. أرقام طبعا. طيب ازاي بقى؟ مم. تعال نقول انا عندي الطفل اول 4 شهور من عمره مم. بيزيد 750 جرام او كيلو الا ربع كل شهر. تاني 4 شهور اللي هو من الشهر الخامس للشهر الثامن يعني أول 4 شهور بيزيد 3 كيلو. بيزيد 3 كيلو. تمام. تاني 4 شهور بيزيد 500 جرام في الشهر، يعني 2 كيلو. يعني بعد 8 شهور المفروض يبقى 5 كيلو. بالظبط. تمام. بعد من الشهر التاسع لحد الشهر ال 12 مم. يزيد ربع كيلو في الشهر. يعني ايه بقى؟ تعالى بقى نرجع للاول خالص. خلينا نركز في الفترة الأولانية اللي هي أول 4 شهور، اللي هي في الغالب لو الطفل محتاج رضاعة صناعي مم. هدخله في الفترة دي. يعني نادر قوي انك تتدخل الصناعي بعد الشهر الرابع او الخامس، لان خلاص بتبقى الوتيره مشيت. ولو الطفل قرب للشهر السادس خلاص بقى فيه مع الرضاعه اكل. تمام. تمام. طيب ال4 شهور الاولانيين دول، خلينا نمسك اول شهر. الام جت بعد اسبوع او بعد اسبوعين وقالت لك انا حاسه ان انا ابني مش بيشبع، او حاسه ان انا ابني وزنه مش بيزيد. تمام. زي ما قلنا معيارنا الاساسي في الموضوع ده الوزن. فبنعمل ايه؟ اول حاجه، هنوزن. طبعا ده اه. اساسي، اول حاجه بنعمل ايه؟ بنستثني تماما الفتره اللي الطفل كان مولود فيها. يعني ايه؟ يعني مثلا انا ممكن تجي لي الام والبيبي عمره 5 6 ايام، فبوزنه فبلاقي وزنه مثلا 3 كيلو. ايه ده يا دكتور؟ ده هو كان 3 كيلو وربع يوم الولاده. مم. لا ده مش معيار. انا المعيار الاساسي عندي زي ما قلنا هو زياده الوزن، ان الطفل يزيد معدل من 180 ل 200 جرام في الاسبوع. لو احنا قلنا ال 750 جرام او 800 جرام اول شهر، مم. فده معناه ان انا محتاج ازيد في الاسبوع حوالي من 180 ل 200 جرام. صحيح. طيب هنفترض الام راحت للدكتور بعد 3 4 ايام ولاده والطفل اتوزن، لقينا الطفل مثلا وزنه 3 كيلو. ايه ده يا دكتور؟ ده هو اول ما اتولد كان وزنه 3 كيلو وربع. لا انا نهائي ماليش دعوه بما قبل ذلك. مم. احنا بناخد الطفل، جالنا هو العياده وزناه، هنقيم بعد اسبوع هنشوفه زاد الزياده الطبيعيه بتاعته ولا لا. وفي خلال الاسبوع ده لابد، والكلام ده مهم، حتى يعني انا بنصح الامهات حتى لو الدكتور ما قالكيش عليه انت لازم تبقى حريص على ده. لانك انت دلوقتي في مفترق طرق، يا اما انت هتدخلي صناعي عشان فعلا محتاجاه وعشان فعلا لبنك مش مكفي، يا اما هتدخلي صناعي وانت تماما ما كنتش محتاجاه، فخدتي كل اضراره وما خدتيش فوائده.
فلما نيجي نعمل بقى حاجه زي كده، لابد ان انا في خلال الاسبوع ده ان انا هوزن الطفل اول ما جالي العياده، وهوزنه بعدها باسبوع، ان انا اكون خدت كل الحاجات وكل الوسائل اللي تخلي اللبن يزيد. بنقيس الفرق في الميزان ما بين اول الاسبوع وما بين اخره، ولو لقيناه زاد الزياده الطبيعيه، يبقى كده الرضاعة طبيعية تمام، ما فيهاش مشكلة. حتى لو هديك بقى الواحد بيسمعه، حتى لو هدومه زي ما هي، حسينا ان الهدوم ما كبرتش عليه، فلان اللي مولود في نفس عمره حسينا انه بقى تخين اكتر او وزنه زاد اكتر، مش مشكلة. او الجد او العم او اي حد، لا هو الواد ده يا دكتور شكله مش بيزيد، او بيعيط كتير بالليل واكيد ده عياط جوع، او حاسه انه جعان. انا ممكن اقعد اديك امثله لا تعد، وكلها أحاسيس. وكلها احاسيس مش مبنيه على اسس. وللاسف مع ضغط الكلام ده ممكن فعلا نضطر ندخل صناعي. تمام. طيب خلينا بقى خلاص، احنا لو لقينا ان التجربه نجحت الحمد لله والميزان زاد الزياده الطبيعيه اللي قلنا عليها، يبقى انا مش محتاج. صح. طب خلينا في العكس بقى، عملنا كل حاجه ولقينا ان الطفل وزنه مش بيزيد الزياده الطبيعيه. عندك حاجه من الاتنين، يا اما الطفل تماما ما زادش في وزنه، بالعكس احيانا بيخس، يا اما الطفل زاد زياده معقوله او نص الطبيعي، مثلا بدل ما يزيد 200 جرام زاد 100. اكيد التعامل مع ده مش زي التعامل مع ده. يعني انا النهارده لما اجي ادخل صناعي وارجع اكد تاني، حتى لو الدكتور ما قاليش، انا لازم ادخل بالتدريج. يعني مثلا انا محتاج ادي في اول مبدا رضعه في اليوم او رضعتين في اليوم، ده على حسب الميزان. يعني مثلا لو الطفل ما زادش خالص، لا محتاج ياخد على الاقل 3 رضعات في اليوم. تمام. لان كنا قلنا قبل كده لو تفتكر ان جدار الدفاع الاول او الخط الاول، خط مناعي للطفل ضد الميكروبات، هو الوزن. فلا لو ما حصليش زياده في الوزن او حصل لي نوع من انواع نقصان الوزن، فانا بعرض الطفل لخطر كبير. ساعتها بنقيسها حاجه اسمها كوست بينيفيت، فايده وضرر. لا انا هضطر ادخل الصناعي بكميه كبيره شويه علشان عندي فايده تانية اهم من ضرر ان الطبيعي يقل. ايه الفايده الاهم؟ ان معدل زياده الوزن يزيد. صحيح. عشان الطفل ما ينهارش مني، ما يخشش في جفاف، ما يخشش في انه يبقى مصدر ان هو يلقط الميكروبات والكلام الكتير ده. فبالتالي انا لما اجي ادخل الصناعي هدخله حسب معدل زي ما قلنا زياده الوزن. ابدا برضعه في اليوم، ابدا برضعتين، ابدا بثلاثه، وبروح للدكتور. لقيت الميزان زاد، خلاص اوكي. لقيته ما زادش بالزياده المرجوه، هنزود الرضعات. لقيته زاد عن الطبيعي، نقلل. برافو عليك، ما نقولش بقى خير وبركه، لا. يبقى ده معناه ان انا اديت للطفل فوق طاقته. لو انا استمريت، ودي بقى نقطه مهمه جدا، انا المفروض ازيد 200 جرام في الاسبوع، زدت 400، خد بالك يعني مش قصدي بقى ان ال 200 دي بقت 230 250، انا بتكلم بالارقام اهو. زدت جزء صغير عادي، يبقى انا ماشيه في معدل صح. طب انا زدت زياده يعني مفرطه، ضعف مثلا، ببدا ان انا اقلل معدل الرضع. يعني لو انا كنت بدي 3 رضعات ادي 2، لو انا كنت بدي 3 رضعات بس الرضعه مثلا بعمل فيها 60 مللي، اخليها 30، اخليها 45، وهكذا لحد ما اوصل لمرحله ان انا يبقى فيه بالانس او يبقى فيه توازن. البالانس والتوازن ده مهم جدا علشان افضل محافظه على الجزء اللي في الرضاعه الطبيعي. لان لو تفتكر لما كنا اتكلمنا قبل كده، انا لو دخلت لبن صناعي وانا مش محتاج هاخد اضرار، فبالتالي انا كده اصلا دخلت الصناعي وانا محتاج، فبالتالي هوصل لمرحله ان انا لبن الصدر هيقل لان معدل المص قل. صحيح. في فرق بقى بين ان هو انا مجرد ما ادخل صناعي ممكن الاقي ابني ما عادش بياخد طبيعي او صدري نشف كأم بعد شهر من دخول الصناعي، وممكن ده يحصل بعد سنة من دخول الصناعي. ده يتوقف على ايه؟ يتوقف على حاجتين. الحاجة الاولانية هو التوازن اللي انا بعمله، والحاجة التانية هو حماسي انا كأم. يعني خد بالك برضو، هي متحمسة لإيه؟ إن هي تدخل الصناعي ولا إن هي تستمر طبيعي؟ بالظبط. مهم جدا إن أنا أخد بالي من إيه؟ إن أنا لازم أنا كأم مجرد ما أدخل صناعي، خد بالك الموضوع بيبقى أسهل، وفعلا زي ما قلنا هو بيدي حرية للأم. خلاص أنا لو عندي حاجة هعمل الرضاعة الصناعي وأخرج، وهكذا بقى الكلام اللي كنا قلنا قبل كده. لا أنا مش عايز أفقد الحماس ده، عايز إن أنا أفضل حريص على قد ما أقدر إن أنا اللبن الطبيعي او الرضاعه الطبيعيه افضل محافظه عليه، ويفضل انا عندي كونسبت كأم او عندي مفهوم
ان الرضاعه الصناعي هي المكمله مش الطبيعي. دي تمام. نقطه مهمه جدا ناخد بالنا منها. الاساسي عندي الطبيعي. بالظبط. طيب كان في حاجه كده ايام الاكل لما كنا بندخل اكل مع الرضاعه في سلسله الرضاعه الطبيعيه، لو قلنا ان الطفل مش قابل للاكل، الطفل ممكن يتحسس من الاكل. طيب اللبن الصناعي ممكن الطفل يتحسس منه برضه؟ الحساسيه بتاعه الالبان ممكن تلاقيها بالمناسبه من الصناعي او من الطبيعي. مم. وقبل بقى ما نتكلم في النقطه دي ونستفيد فيها، لان هي نقطه مهمه طبعا وفيها كلام كتير جدا وقيل وقال، وفيها حاجات كتير للاسف مش صح وبتضر الطفل جدا، وبنكتشف الضرر ده بعد فوات الاوان. مم. مهم بقى ندي معلومات عامه كده، او انا كأم ابقى عارفه ايه هي انواع اللبن الصناعي. اللبن الصناعي فيه انواع. طبعا. انا توقعت ان هو وزنه قليل هياخد لبن صناعي خلاص الموضوع خلص. لا لا لا، تمام. الموضوع مختلف تماما، وكل حاله لها اللبن اللي محتاجاه. يبقى انواع اللبن ده كده كده دور الدكتور، يعني دور الدكتور هو اللي يحدد. بس انا يهمني ايه؟ يهمني ان الخطوط العريضه او الاسامي، الحاجات الرئيسيه بتاعت انواع اللبن تبقى الام عارفاها. لان احنا دلوقتي احيانا على فترات بنتعرض لازمات ان النوع ده مش موجود. تمام. فبنروح نجيب النوع ده، ممكن النوع ده اصلا يبقى مش مناسب، واحنا متهيأ لنا ان هو طالما ده صناعي زي ما انت قلت، ده صناعي وده صناعي، بجيب اي حاجه. لا طبعا. طيب ايه هي الانواع الاساسيه للبن الصناعي؟ اللبن الصناعي يعني مقسم لكذا نوع. النوع الاولاني من يوم ل6 شهور، ده اسمه لبن رقم 1. تمام. اسامي الشركات فيه ده كتير تبع جدا. السن يعني. اسامي تمام. الشركات كتير جدا. فاحنا عندنا اللبن رقم 1. تمام. ده من يوم ل6 شهور. عندنا بعد كده من 6 شهور لسنه. تمام. وعندنا بعد كده اللي بنسميه رقم 2. وعندنا بعد كده من سنه ل3 سنين. ده كله نوع واحد؟ ده كله نوع واحد، الطفل العادي اللي مولود في نوع وزنه واحد العادي. متقسم تبع السن. بالظبط. تمام. رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. يبقى ما ينفعش الطفل اللي واخد رقم 1 ياخد رقم 2. صحيح. عشان وما ينفعش اللي بياخد 2 اديله رقم 3 لو ما لقيتش رقم 2. طب رقم 2 ينفع ياخد واحد؟ ما احنا قلنا ده ما ينفعش يستمر. كل لا. مرحله عمريه ليها الرقم بتاعها. بالظبط.